ساعات بنفتكر إن عشان نكون سبب في خير أو عمل إيجابي لازم يبقى معانا فلوس كتير أو وقت طويل أو مجهود كبير، لكن الحقيقة إن في تصرفات بتاخد ثواني وقت قليل جدا بتفرق معانا ومع اللي حوالينا. خلينا نتكلم مع بعض عن حاجات بسيطة جدا بنعملها في حياتنا اليومية لو اتعودنا عليها هتصبح عادة بدون أي مجهود مننا. يعني مثلا أول حاجة إن التبرع مش مقتصر على مال بس. في حد يقول أنا نفسي أتبرع ونفسي أساعد المحتاجين بس أنا مش معايا، ولو ربنا عطاني هطلع لله. ممكن أفكار بسيطة جدا زي إن حد يقوم دلوقتي يدخل المطبخ بتاعه يلاقي عنده أكياس حاجات مش بيستخدمها أو عنده زيادة أو متاح ليه إن هو يشتري غيرها ويتبرع بيها لحد محتاج، يبقى تبرع كإطعام كده حتى لو مش مطبوخ زي مثلا مكرونة سكر زيت. وممكن أشتري معاهم كمان حاجات بسيطة. برضو نفتح دولابنا فيه هدوم كتير عندنا صغيرة وهدوم مركونة وهدوم مش محتاجينها نطلعها للي محتاجها. ألعاب ولادنا والكتب بتاعهم اللي مركونة ومش محتاجينها. بجد أنا من فترة كده متبعة فكرة إن مفيش كركبة في البيت، مفيش حاجة زيادة في البيت مش محتاجاها، لازما كل حاجة تروح لمكانها الصح. فلو عملنا كده البيت هيبقى نظيف مترتب، هنطلع حاجة لله وهناخد ثواب، ولما يكون برضو معانا يعني ننفق مما نحب أكيد نطلع أحسن حاجة إن شاء الله. كمان لما مثلا نتبع عادة الوضوء، يعني أنا مثلا متعودة إن أنا لما باجي أكيد من بره المشوار عايزة أغسل إيدي ووشي ورجلي، يعني عذرا إن إحنا بنات مع بعض، ما بقومش مغسلة إيدي ووشي وخلاص، لأ بقوم مسمية الله ومتوضية. والله العظيم جربوها كده، كل لما تيجي تغسلوا بعد أكل بعد خروجة بعد أي حاجة في البيت اتوضوا هتلاقوا بانتعاش، لأن سبحان الله الوضوء يعتبر انتوا بتغسلوا خلاص أصلا معظم أعضاء الجسم. بلس كمان هتكونوا طول الوقت يعني جاهزين ان انتوا تصلوا، هتكونوا على طهارة طول الوقت. طيب ايه كمان؟ الرحمة، والرحمة هنا بتشمل حاجات كتير قوي، رحمة بالإنسان ورحمة بالحيوان ورحمة بالنبات. أفعال بسيطة هتفرق معانا ازاي؟ أنا مثلا في الشارع ومعايا مية عايزة أرميها، مرميهاش على الأرض، أنا جنب شجرة أرميها على الشجرة تفرق معاها، أرميها على وردة يعني أسقي بيها وردة أو زرع أو شجر. كمان برضو بيكون مثلا عندنا اللي هو بواقي الاكل في البيت، بلاش احطها في الزباله، احطها في كيس منفرد او طبق بلاستيك واحطها للطيور للحيوانات على الطريق. الجو اصلا صعب جدا، ربنا يأجرنا من عذاب النار. فيعني احنا قاعدين في البيت تحت المراوح والمكيفات ومش مستحملين، في عامل بقى نظافه ماشي في الشارع مش قادر فنعطوله حاجه تساعده، مثلا زي عامل الدليفري اللي بجيلنا ونبقى متعصبين انت اتاخرت انت مش لا نهون عليه، نعطوله يشرب ميه، نجيب له عصير، نعطوله حاجة من المال زيادة ليه هو. بجد حاجات بسيطة قوي بس بتفرق معانا ان احنا نحاول نهون على بعض الدنيا. هي الدنيا معروفة ان هي دار ابتلاء ودار شقاء، لو كل واحد فينا اتبع ان هو يبقى رحيم باللي حواليه بجد الدنيا هتفرق معانا كتير. طيب كمان نخلي لساننا دايما سبب خير. يعني ايه لساننا دايما سبب خير؟ قاعدين فاضيين نذكر ربنا، ماشيين في الطريق نذكر ربنا، راكبين مواصلة. حد قبل كده نصحني ان انا لما اكون في المواصلات بالذات ما شغلش مثلا فيديوز او حاجات ملهاش لازمة او اغنية او كده، لان كل الاماكن وكل الحاجات اللي في الدنيا سبحان الله بتشهد علينا يوم القيامة. هنخلي كل الأماكن دي تشهد إن احنا كنا بنقرأ قرآن أو بنذكر ربنا لكن مش بنضيع وقت. كمان من حسن اللسان إن احنا ندعي للناس في غيابها ونمدحهم لما يحتاجوا كلمة تشجيع ونعتذر لهم لو أخطأنا في حقهم ونشكرهم لما يعملوا لنا خدمة. كل ده سبحان الله يبقى لساننا استخدمناه في الخير. بعد كده علم غيرك، زكاة العلم تبليغه، يعني لما تعرف معلومة نافعة شاركها مع اللي حواليك. اتعلمت مهارة طريقة مذاكرة شغلك، حد محتاج أي مساعدة في أي حاجة من دول، ما تقولش أصل هو هياخد حياتي هياخد رزق هياخد مجهودي. سبحان الله الأرزاق بيد ربنا، بالعكس لما بتشارك الحاجة ديت بتاخد ثواب، ممكن تكون سبب رزق الشخص غيرك وربنا بيفتح عليك وبيزيدك. يعني ممكن أصلا من أسباب القناة دي بالنسبة ليا ان انا بشجع نفسي وبشجع البنات اللي بيسمعوني، لان انا اتعودت دايما ان لما حتى في الكليه لما كانت تبقى المواد صعبه اذاكرها واشرحها لاصحابي، فهم يعني باخد ثواب ان هم بينجحوا، بنفرح مع بعض كلنا وفي نفس الوقت بتثبت عندي سبحان الله يعني. فما فيش شيء ابدا هيقلل منك او حد هياخد مجهودك. بعد كده كفاية كفاية تسويف، كفاية بكرة هبدأ، كفاية بكرة هحفظ، بكرة هشتغل، بكرة هروح أقضي المصلحة الفلانية. لا خلاص ابدأ دلوقتي، ابدأ اعقلها وتوكل.
طبعا مش هتبدأ يعني لو عايز تبدأ شغل او تبدأ مذاكرة في مجال معين او كده، مش هتبدأ فوضوي، لازما خلاص هتحط خطة، انا هعمل كذا الاول، او يعني همشي على دراسة جدوى معينة. هنا في يومنا جدا كلنا اول ما بنصحى من النوم بنمسك التليفون. فالفكرة هنا اننا اول ما نصحى من النوم نستبدل التليفون ده باننا نذكر ربنا، نقول اذكار الصباح، ناخد وقت كده ان احنا نركز ونقول انا هعمل كذا النهارده، انا هسوي كذا، ابقى حاطه جدول كده اليومي في دماغي ان انا همشي بخطوات، مش هقوم كده عشوائي اضيع وقتي في اي حاجه واضيع وقتي على التليفون. ويعني فعلا التليفون ده لما بنمسكه في اول يوم هو خلاص اليوم ما عادش فيه بركه، لان يعني انت بتمسكه اصلا ممكن تسرح معاه ساعه ساعتين، انت ضيعت وقت الصلاه، ما قلتش اذكار بتاعك، صاحي مشتت، مش حاطط خطه ليومك، فكل حاجه فعلا بتبوظ. يعني ممكن انت تكون صاحي بدري اصلا وما طبقتش البركه في البكور، انك صاحي بدري فقمت صليت وشفت يومك يمشي ازاي واشتغلت واجتهدت وكل الكلام ده. ربنا يهدينا جميعا ويثبتنا، وإن شاء الله نحاول كلنا نتبع عادات إيجابية وأفعال بسيطة بس ممكن تفرق معانا ومع اللي حوالينا زي ما قلنا. والسلام عليكم ورحمة الله.